دكتور، الامتحانات قربت ومش عارفة أذاكر خالص، حاسة مخي واقف، إيه الحل؟ بص يا سهيل، الإحساس اللي بيجيلك قبل الامتحان مش لأن دماغك ضدك، ولكن لأن جزء المشاعر في مخك شغال بنسبة 100%، والجزء بتاع الهدوء والتركيز لسه بيكتمل بناؤه. فلما يحصل حاجة مهمة زي الامتحان، المشاعر بتسبق وتكبر الموضوع وتخلي الورقة شكلها كأنه وحش كبير. وده مش ضعف، ده طبيعي في سنك، لأن دماغك بتحاول تحميكي وتشد انتباهك. انت مش داخلة تجاوبي سؤال ألف أو سؤال ب، انت من جواكي بتجاوبي سؤال أكبر شوية: أنا مين؟ وشاطرة ولا لأ؟ وطبيعي إن نظرتك لنفسك تتأثر بأي نتيجة. فدماغك بتعامل الامتحان كأنه مقياس لشخصيتك ومستقبلك، مش مجرد اختبار. في السن ده دماغك حساس جدا لفكرة أنا مقبولة ولا مرفوضة، تعليق من أهلك، مقارنة بسيطة، كلمة من صاحبتك بتعمل دوشة كبيرة جدا جواك. فلما يجي امتحان ونتيجته ممكن تكسفك، طبيعي التوتر يعلى. ده مش عشان انت دراماتيك، ولكن ده جزء من ممكن نفسي. عارفه وانت صغيره كان الامتحان بيبقى بسيط، بس في الاعدادي والثانوي بقى جوه دماغك معناه هو انا لو سقطت هو انا فاشله، مستقبلي راح، الناس هتضحك عليا. فعامل جوه عقلك كانه معركه، مع انه في الحقيقه خطوه واحده مش هي اللي هتحدد قيمتك. احساسك ده طبيعي على فكره، توتر طبيعي، والخوف طبيعي. ده مش دليل انك انت مش قدها، ده دليل انك انت مهتمه. واللي هنعمله سوا هو ان احنا هنرجع الامتحان ده لحجمه الطبيعي، من وحش كبير لحاجه صغيره تعديها وتكملي بعدها. بص يا سهيله، انت مش اقل من حد، وتستحقي تشوفي نفسك من غير خوف ومن غير صوت جواكي بيقلل منك.